السلام عليكم. النهارده هنعمل هريسة الشطة، وبما ان الفلفل الاحمر كتير قوي اليومين دول في السوق، فهنعمل هريسة شطة حلوة قوي 3 انواع، ونخزنها كمان لرمضان. وطبعا محدش يقدر يستغنى عن هريسة الشطة في اي اكل، وخصوصا في المحشي والمكرونة والحاجات الحلوة دي. نسمي بالله ونبدأ. معايا 3 كيلو فلفل احمر، والفلفل كتير قوي اليومين دول في السوق، فاستغلوا الوقت دوت واشتروها. اشتروا الفلفل وخزنوه لرمضان وبيفضل معاكي طول السنة. جبت الفلفل اللي غسلته بالشكل دوت، نضفته كويس قوي. اتأكدت ان هو ما فيهوش اي حاجة. فرشت مناديل الورق، او لو عندك فوطة حلوة افرشيها مفيش مشكلة. وهبتدي انشف الفلفل كويس واتأكد ان هو نشف، بالمناديل المطبخ كده لحد ما اتأكدت ان هو خلاص ما بقاش فيه مية خالص. وهبتدي بقى امسك الفلفل، اشيل الزر الاخضر اللي من فوق ده كده، واقطع الفلفل قطع صغيرة عشان يمشي معايا في الكبة، ما يبقاش يعني متعبنيش في الكبة. بعد ما قطعت الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، كان معايا 3 رصان توم، قطعته فصصتهم كده كويس قوي. شايفين ايديا كانت عامله ازاي من الشطه، ولازم نلبس جلافز، لان الجلافز اساسي، لان ايدينا هتلتهب جامد فهيبقى صعب جدا يعني. وخصوصا طبعا الناس اللي ايديها حساسه، وطبعا اي حد ايده يعني بتتعب من الشطه اكيد يعني. بعد كده هنفرم الفلفل بالشكل ده طبعا، واحط كميه على قد الكبه اللي عندي، ما احطش كميه كبيره عشان ما تبقاش صعبه. يعني الكبه تقدر تمشي معاها. فرمته بالشكل ده، انا مش عايزاه يتفرم عصير خالص، ومش عايزاه يبقى يعني كتل كبيره، انا عايزاه كده مفروم ناعم. هعمل باقي الكميه. وطبعا لما باجي افرم احط حبه توم وبحط حبه فلفل، واضربهم كده في الخلاط بالشكل دوت او في الكبه. بعد ما عملت الكميه كلها بالشكل دوت، هجيب يعني قد كوبايه زيت بالظبط كده احطها عليهم. وبعد كده هجيب 3 معالق ونص ملح بالشكل دوت، وهقعد اقلبهم كلهم كده. عندي الهريسه بقت جاهزه وحلوه جدا. وهبتدي اعمل اول نوع اللي هو اللي هحشي بيه البتنجان، وممكن اعمل بيه السمك عادي مفيش اي مشكله. جبت جزريه بشرتها بالشكل ده، وحطيت 4 معالق كبار هريسه شطه من اللي احنا عملناها دلوقتي. وهقلب الخليط ده كده ديت للبتنجان، وممكن اعمل بيه السمك عادي مفيش اي مشكله. بخرط بس يعني لما اجي احشي البتنجان، بخرط يعني حبه كزبره صغيرين كده خضره، وبعد كده بحشي بيه البتنجان، بتبقى طعمها حلو جدا. كده الكميه بتاعت البتنجان كده خلصت. وطبعا الهريسه اللي هي العاديه اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هي الثوم والزيت والملح والفلفل مع بعض، وقلبته زي ما انتم شايفين كده. وهعبي بيه البرطمانات دي، بنستخدمه للمحشي والكبده والمكرونه واللحمه المعصجه، لكل اي انواع اكل انتوا بتحبوها. طبعا باقي الكميه دي هعمل بيها دبس هريسه الشطه. هجيب حبة زيت قد ربع كوباية زيت كده، وهنزل بالكمية الشطة اللي زي ده عندي، وهبتدي احطها على النار بالشكل دوت، وهقعد اقلب فيها شوية كده. بعد كده اول ما اسيبها شوية تسبك على النار، هي لسه فيها مية، انا عايزة المية اللي فيها تتبخر شوية. هحط معلقة كبيرة صويا صوص، واحط قد نص كوباية دبس الرمان، واقعد اقلب بالشكل دوت، واسيبها على النار. ما يعني اسيبها شويه يعني على النار حوالي ربع ساعه كده، لحد ما بتبتدي بقى خلاص الميه اختفت خالص كده. بس انا بعمل بالمعلقه ازاي، ما فيش خالص ميه خالص. بعد ما بردت شويه كده، هبتدي بقى احطها في البرطمان. طبعا البرطمانات انا كنت معقمها في الميكرويف حوالي 4 دقايق بالشكل دوت. هريسه حلوه قوي، بتنفع معانا في كل الاكلات. ما شاء الله يعني جميلة جدا، وبتتخزن للسنة طول السنة يعني بنستخدمها على طول. طبعا انا كنت عاملة دبس الهريسة، وهريسة بالجزر للبتنجان، ودي الهريسة اللي قلنا عليها اللي هي العادية للأكل. وطبعا ال3 أنواع ينفعوا كلهم لأي نوع أكل انتوا بتحبوه. ولو طريقتي عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي. أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.